هذا زمان المقاطعة وهذا زمان المقاطعة وباي باي عبودية وباي باي عبودية نعود ونقول للسيد المندوب، نحن ضد كل الممارسات التي ينتجها داخل الخريطة الصحية والتي تأتي على العرض الصحي بشكل لا يمت بصيغة القانون 34/09. أعود وأصر دائما على القانون رغم أنه لم يعد ساري. مصطفى زروال الكاتب الاقليمي النقابه المستقله للممرضين وتقنيه الصحه. هذه الوقفه هذه اللي جاءت استجابه لنداء التنسيق النقابي ديال الفيدراليه الديمقراطيه للشغل والنقابه المستقله للممرضين وتقنيه الصحه بساله وكذلك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. هذه الوقفه اللي جات تنديدا بمجموعه من الاختلالات اللي كيقوم بها المندوب الاقليمي داخل القطاع الصحي بسبب تدبيره الارتجالي والانفرادي، حيث قام بتغييب المقاربه التشاركيه واقصى النقابات في مجموعه من القرارات اللي كتهم القطاع الصحي والاطر الصحيه داخل الاقليم. اليوم حنايا كنشوفوا بان وزاره الصحه منذ سنه 2022 قامت بارسال مجموعه من لجان التفتيش والبحث والتدقيق داخل القطاع الصحي بساله، ووجدت اختلالات عميقه ومجموعه من الاختلالات في تقارير تم ارسالها لوزاره الصحه، لكن لحد الان لا زال يستمر الوضع كما هو عليه. فمثلا على مستوى تدبير الموارد البشريه ما زالت مجموعه من المصالح مغلقه في المستشفى، ما زالت مجموعه من المراكز الصحيه تعاني من نقص خطير جراء السحب ديال الاطر الصحيه وتوجيهها الى مستشفى القرب سي ام بي لحد الان لا زال لم يشتغل بعد. وكذلك هناك مجموعه من الاختلالات اللي ادت ان القطاع الصحي اصبح نقطه سوداء داخل عماله ساله. عزيز الهواء، الكاتب الاقليمي للجامعه الوطنيه لقطاع الصحه المنضويه تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. المشاكل اللي عندنا بالاحرى هو اقصاء المقاربه التشاركيه، حيث ان هذا السيد المندوب كيقوم باقصاء الفرقاء الاجتماعيين في المشاركه لاتخاذ القرارات واقصائهم في جميع الحوارات، حيث تم تقديم عده طلبات لقاء ويتم التنكر لها وتجاهلها، مما يؤدي الى اصدار قرارات انفراديه وارتجاليه للسيد المندوب. الشيء اللي ترتب عنه عدة مشاكل، منها تهريب بعض الأطر خارج المستشفى إلى المستشفى القرب تبريكس، حيث أن كان تم عقد لقاء مع السيد مدير الموارد البشرية مدير الموارد البشرية للوزارة لأجل تحديد اللوائح التي تستفيد من هذا العرض، إلا أنه تم تجاوز هذا الاتفاق والتنكر له وترحيل عدد يفوق العدد المتفق عليه، مما أدى إلى إفراغ المصالح من الأطر التي تعمل بها، وتشكل واحد الضغط اللي هو كبير على المزاولين للمهنة. وكذلك وجود العاملين في مواجهات مع المواطن، حيث ان المواطن ملي كيجي للمستشفى ما كيلقى المصالح مغلقه وكيوجد ديال المواعيد، وكاين مصالح اللي لحد الان مازال لم تفتح بعد، وكان اخرها هو ترحيل مركز تصفيه الدم الى بطانه
الشيء اللي كيشكل واحد العائق ديال الوصول للمرضى اللي كيكونوا في حاله حرجه للمستشفى، حيث ان هذا كاين واحد المسافه بعيده بين المستشفى ديال بطانه وبين المستشفى الاقليمي. المطالب ديالنا اللي كنطالبوا هو انه يفعل المقاربه التشاركيه في اتخاذ الاجراءات، يلتزم بالدوريات، وكذلك ان كنطالبوا المطلب الاول هو اجراء محاضر الاجتماع، حيث اننا ملي كنحضروا معاه لشي اجتماع لا يتم اجراء اي محضر اللي كيلزم الاداره وكيلزم حتى النقابات بالامتثال له، ويمكن لك تشوف النقاط اللي تحققات والتي لم تحقق بعد. عائشة بعير، ممرضة متعددة التخصصات بالمركز الاستشفائي مولاي عبد الله، وعضوة النقابة المستقلة للممرضين وتقنية الصحة. اليوم جاءت الوقفة بتنسيق نقابي، الوقفة التاسعة لنظارتنا كنقابة مستقلة، والوقفة الثانية للتنسيق النقابي الذي يجمع ما بين نقابة الFDT واليونتام ونقابة المستقلة للممرضين. جاءت هذا التنسيق كردة فعل على الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع الصحي بإقليم سالة، حيث يتسم الوضع الآن بالعشوائية في السير والارتجالية التي ينهجها السيد المندوب، والتي انعكست على النقص الحاد في الموارد البشرية. فاليوم نجد أن العديد من الموظفين بإقليم سالة تم حرمانهم من العطلة الإدارية بدعوى نقص في الموارد البشرية. كاين خصاص مهول في مستعجلات القرب بقنادة، المستعجلات الصحية بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، إغلاق العديد من المصحات بدعوى نقص الموارد البشرية، منها مصحة تصفية الكلي ومصحة الإنعاش اللي تعد مصلحة حيوية بالإقليم، إغلاق مصلحة تصفية الدم. وهذا كله كندعو الوزير الصحة، ندعوه للوقوف على هذه الاختلالات وللتدخل لحلها وإيجاد حلول ناجعة للعمل في ظروف جيدة.